مساء. أهلا وسهلا. صباح الخير، لا مساء الخير. مريم حياتي، تعرفون شنو صار وياي؟ طلبت أكل برياني، كان يطلع هندي. أينو إنه البرياني هو هندي بس ما حبيته، مليان فلفل، مليان بهارات. أنا ما أحب البهارات بالأكل، عندي مشكلة بالمعدة، القولون مالتي هيج القولون العصبي، فما ذبيته. وليس ما متغدية، ليس جوعانة كلش هواية، كنت جوعانة يا عمري. الكل يكبس يشير. سلامتك. ثانك يو حياتي، شكرا شكرا. هاي شوفوا نظاراتي تجنن، هذه نظاراتي تخبل. عندي بعد 2 بالجنطة وياي بالسفر، اخذ 4 نظارات. هذه اللي هي تكون يعني ما طلعاتية يعني، وواحدة تكون صباحية، واحدة تكون للسفر بالطيارة استخدمها. ثانك يو، انت تخبلين، شكرا. انا كنت احب انام على ظهر على بطني واسولف وياكم، احب اسولف. الله فت مستمتعة، الجو الغرفة باردة ثلج، كلش مستمتعة. حبيبي أحبك وأني هم أحبكم. ثانك يو حياتي. أكيد أكيد دا يشتركون، دا يشاهدون الأعمال الجديدة. تقدر تتواصل وياي شخصيا ويا أنطونيو سليمان. هواي أكو طلب. طبعا أنا صار يمكن سنة ما مصورة ويا أنطونيو، راح أصور عمل جديد ويا أنطونيو. بالله خلي نشوف أنطونيو، أكتب له بركي يجي لايف. خلا أقول له تعال أنطونيو أني فاتحة لايف، لأن الناس تطلبه كلش. تريدوني أصور ويا أنطونيو بعد شغل؟ أنا مصورة 3 أفلام ويا أنطونيو، نسوي الرابع لو شنو؟ ميرا انتي وين؟ أنا اليوم مو بدنهاخ، بأمستردام. دقيقة خلي أشوف أنطونيو، ثواني. هاي أنطونيو، شلونك؟ شخبارك؟ أني فاتحة لايف تيك توك وكلهم دا يكتبون إنه صوري ويا أنطونيو، فدا أقول لهم نصور شي جديد. فشنو رأيك؟ أحجز تكت أجيك لو تجيني حبيبة، ونسوي مثل ديك المرة شلون من حصرتني بالغرفة. أويلي شنو رأيك؟ يلا يا أنطونيو سليمان يا حلبي، فديتك وفديت حلب. انتو كتبوا لي اسماء الممثلين اللي اعمل معاهم واشتغل وياهم. حبيبي أنا محتواي بروفيشنال، شغلي كله بروفيشنال، أنا ما أحب أصور ويا حد إذا ما كان شغله بروفيشنال. لا أنطونيو هم شغله حلو، بس القبل أحلى كان شغله، يعني التصوير من ناحية التصوير قبل كان كلش حلو. ثانك يو. مينو ما دا أفهمه. ثانك يو، شكرا. مساء. قريبا راح تشوفون اكو شغلات ويا ممثل اسباني كلكم تعرفوه، هو شوية قصير بس مالته كلش كبير يجنن. بس اني كلش افتخر اذا اكو ممثلين عرب، حابة يكونون شباب عرب، حابة اصور بس ويا عرب، احس استمتع اكثر، احب كلش حابة. أقولكم هاي شو نسد الجيستات، ما أريد أقبل الجيست،
على أساس إنه أني قافلته. ما أريد، كلها تريد تسعد وياي، بس يشوفوني فاتحة يريدون يسعدون. ما أريد حبيبي، ما أريد. يا عمري شكرا. أني بأمستردام، حبيت اليوم آخر يوم. لا، حابة أني التصاميم اللي أدورها بالأفلام، الممثلين اللي اشتغلوا وياهم يكونوا كلش واو واو واو. خشمي يحكني، بس أفتح لايف خشمي يحكني. ميمي، نعم. Oh my gosh. شكرا. شوف، مشتهية بس مو أي واحد يونسني، لأن المرة من تشتهي تريد واحد على الشي اللي تحبه يسوي لها. ما يعني إنه شنو أقول لك، إذا كنت مشتهية واللي تسوي وياي ما كان إنه يريد يونسني، يريد يونس بس نفسه، فما راح استانس يعني. فدائما أطلب الشخص اللي يعني شلون أقولكم، أكون مشتهيته بس يختار الشغلات اللي أحبها، الوضعيات، الحركات، حتى استانس. هيك ما استانس ويا واحد يحب بس مادة، لا. شكرا. وين صقوري فاتح؟ لا. ميمي أحبك، ثانك يو حياتي. أني برج الحمل. هلو ميمي، هلو. تحبين 69؟ اي كلش احب 69. احب لون الاسود. يعني هو لوني المفضل الاسود. كثير من النساء تحب لون الاسود على فكرة. بال172 هيك شي، 71 طول. حبيت. لا، باقي هناك كم يوم وأروح باكر. شكرا سيزار. 69 تعرفوها؟ اوكي، ثانك يو، شكرا. رقم 7، اوكي. دا تسألوني أسئلة ما أعرف منين تجيبوها على فكرة. ثانك يو. مدى أشوف تكبيسات أصلا؟ تكبيسات ماكو بالبث. مدى أشوف؟ أكيد. ميرا، شنو رأيك بألمانيا؟ أكثر دولة أوروبية كئيبة، أمراض نفسية، أوراق كوما،
اكتئاب، تحسين دولة ما خلوني ساكتة. أحبك، أنا معكم. أوكي. ميرا، نعم. أكثر دولة أوروبية أحبها إسبانيا هولندا. حبيت هولندا، إسبانيا هولندا. أما ألمانيا، كندا، نرويج، السويد، هذول كلهم دول كئيبة، يعني عندهم أطفال، عندهم دراسة، بس أني لا، ما تفيدني، ما أخذ راحتي، لا، ما تفيدني أبدا، ما أحب هيج مكانات. أي يعني أحب وناسة، ما أحب هاي أي هيج. ميرا، نعم. يلا فوتوا على الانستغرام. على الانستغرام راح تعرفوا الرابط الاشتراك اللي نزلت عمل ويا كارما. تريد تشوف ويا كارما سوينا، جبنا واحد استمتعنا وياه. عشق هذا المجال مالتي، صدق عشق، صعب اللي يدخله ما يقدر يطلع من عنده، صعب جدا. من دخلت له قمت أحب الأكثر، بعد الشهوة زادت، فكلش يعني ما أقدر مستحيل. ميرا النوري، أطلع معاك ونحجز فندق، وين أتواصل؟ شنو؟ تحجز فندق شنو؟ أطلع معاك شنو؟ ما أدري. أحبك وأني ما أحبكم. شكرا. كنت انت حلوة بوياي، تبعك أسود عادي وإذا أسود. انت إنسان جاهل على فكرة، من تحدد الإنسان باللون. إذا أسود وهيجي جايب مشاهدات، لو كان وردي مثل ما تحبه انت شي تجيب. هذا الأسود اللي ما عاجبك هيجي مجنن الدنيا. مو الشركات ما تريد مالتي وردي، هي تريد حنطي أسود، لأنني عراقية عربية، مو أبويا ألماني ولا أمي روسية، بالعكس. يعني هذا المطلوب، حنطاوية وشعر أسود، عيون سود، حواجب سود، فهذا المطلوب. لو كنت شقرة كان ما حبيت نفسي، وحتى شغلي ما كان نجح لو كنت شقرة. فهذا الإنسان الفاشل، سوري يعني، يركض ورا اللون والشقار، لا، ما له دخل أبدا. أنا ما أحب أكون شقرة أصلا، بالعكس أنا مقتنعة بهذا الشيء. ايه طبعا الشقار ما يفوت لي فلوس، شو اسوي بيه؟ احطه مرات احط عدسات اذا اريد او شيء، لكن هي مجرد قناعة. مو المشكلة الرجال العربي دائما يبحث عن الشقار، يبحث عن مرة عيونها زروق وشعر أصفر. على فكرة الأوروبيين يموتون على عبده. تشوفين ألماني ملك جمال ويا عبده وشعرها سيم مال معين، يعشقها.
أنا مدى أتنمر، أخاف تطلع طريقتي بالكلام. هاي القاعد حاطها. وإحنا العربي ميت يريد له شقرة ويقلب الدنيا هو زبة أزرق ويدور له على وحدة شقرة. ما أعرف شنو هالتناقض، ما أدري. وعلى فكرة انتوا شايفيني بالأفلام أني ترى يعني حتى شغلاتي الجنسية ترى مو سمرة، يعني بيضة تخبل عن جد. يعني حتى أكو فيلم من الأفلام السرم مالتي وردي يخبل. ايه على فكرة يعني thank you. اسكتي انتي حلوة ابوياي، ماكو بحالاتك. أنا لايفي أسولف عن عملي وأروح فرفشة ضحك وخلاص، ما عندي شي ثاني. يعني ما عندنا عركة وسوالف وكذا. لون عيوني ما أدري، أسود بني ما أعرف. أني بأمستردام أي حاليا. عمري شكرا شكرا شكرا. سقوري ما فاتح. أهلا وسهلا. ما إلها دخل الثقافة باللي شي أسويه، بالعكس الشي يعني اللي أنتجه وأشتغله أخلاقي 1,000,000%. نعم أخلاقي 1,000,000%. هي مجرد متعة جنسية لا أكثر، مجرد أمتعك لا أكثر، المشاهد فقط يعني. فما إلى دخل بالأخلاق ولا بالشرف، لأن الشرف ما يرتبط بالجسد أبدا. هذا قانوني، من حقي أنا أعبر عن رأيي. عندك أنت في المشكلة ثانية، هذا احتفظ بيه لوحدك، احتفظ بيه لوحدك. عندك أنت في المشكلة طامس بيها، مشكلة طامسين بيها، ومشكلة الشرف. وأكثريتكم كل شي يسوي تحجون على الزنا، وهاي مدروسة الدول العربية، أنواع البنات وأنواع الشغل وأنواع، خلونا ساكتين. فعندكم مشكلة نفسية ويا ذاتكم اسمها مشكلة الشرف. بس مشكلتكم ما تحترمون البنت اللي تعمل بالمجال مالتي كممثلة وصانعة محتوى وأفلام حتى ترفهك وهي تستفاد وتاخذ فلوس، تدخل الشرف. وانت بنفسك أو بنفسكم انتو تشاهدوها وتشهروها وتصعدوها وتنشرون عنها وتزيدون شهرتها. هاي مشكلتكم، هذه مشكلتكم انتو. عندكم مشكلة من زمان مع هاي الشغلات. ناس تتخفى وتستتر باسم الدين وباسم الشرف، ويسوون كل شيء، كل شيء يسوون. فهذه مشكلة، مشكلة جدا سيئة. يا وين كارما اليوم بالبارتي، قالت لي تعالي للحفلة.
ما بيها شي يعني تخبل، كل شي ما بيها. أنا الشي إذا ما أقرأ يعني ما يهمني، يعني ما يخصني أقرأ، بس شي يخص الشغل فقط. خارج الشغل ما أتحدث بيه ولا أحكي بيه، ما يخصني. يا عمري شكرا إليك، ثانك يو حبيبتي انتي. أني برج الحمل، 21/3 برج الحمل. يا روحي انتي. ايه برج الحمل أني. أحبك واني هم أحبكم. لا 21/3 برج الحمل، يعني حتى يعني صار لي عمر عايشة ويا عمري وتقولوا لي مو برج الحمل. او ماي جاد. لا مو الحوت، الحمل 21/3 يبدي أول يوم الحمل، مو الحوت. يا مساء الخير، يا مساء النور. طلعت من العراق شلون؟ طلعت تخلصت من الحكم الأسري، من القهر الأسري. على فكرة أنا من كنت بالعراق كنت من عائلة جدا جدا ملتزمة، يعني ملتزمة بكل شيء، يعني علميا بالدراسة. اوكي بثقافة، أنا مستمرة بثقافتي، يعني انه ما تغير اي شيء طبعا. واما الثقافة الجنسية ما كنت اقدر امارسها بالعراق، يعني بالعراق ما كنت اقدر امارس ثقافتي الجنسية، ما كنت اقدر امارسها ابد. اي كنت ممنوع علي الثقافة الجنسية امارسها من الاهل، ممنوع، يعني مثل الحرب كانت. بعد ما سافرت قدرت أمارس ثقافتي الجنسية بحرية تامة. نعم. نزل فيلم يا كارما، نزل. ممكن تكبسون أكثر. سافرت أني برضاتي. نعم سافرت برضاتي، بس من سافرت ما اشتغلت رأسا بالأفلام، صناعة الأفلام. تعرفت على شاب يعني هو اسمه نيكو، ذاك اليوم حكيت وياه الصراحة، كاتب لي طبعا. تعرفت عليه وهو اللي ساعدني، نيكو يعني بشغل الأفلام، هو اللي كنت بحالة يرثى لها، يعني كنت إنسانة متهدمة ماديا من كل شيء، ماديا عاطفيا. فهذا الشاب أنا وياه صرنا علاقة، يمكن شايفية، خليني أشوف لكم. طبعا كاتب لي من قبل كم يوم، حياته كاتب لي حتى ما مجاوبته خطية. كانت نيكو، هذا نيكو. هو هذا اللي شغلني وهو اللي ساعدني، كنت أنا بعلاقة. بس لي هسه أتذكره وكل لايف أذكره من أحد يسألني ما أنكر فضله طبعا. أنا ما كنت أعرف شنو صناعة الأفلام هذه، ولا كنت حطتها ببالي، ولا في اليوم فكرت أسويها. هو اللي ساعدني. اوكي. ايه هو اللي ساعدني نيكو واشتغلت.
وكنت يعني ما مفكرة إنه أني من اشتغلت بالأفلام ما عبالي إنه أكو مثلا ناس تعرفني وأصير معروفة والناس تتابع أفلامي. أني صدقوني عبالي الشركة تعطيني فلوس أول ما اشتغلت، يعني ما عبالي إنه الناس راح تعرفني وأن يعني أصير هيج شغلة ما أعرف. ورا شهرين من اشتغلت ما أدري شو كنت أطلع لايف وأروج للشغل يعني ما أعرف مرات أقول بس هو مو أكو شي مرتبط بشي. لو ما طلعني على السوشيال ميديا كان اجوري تكون كلش ضعيفة بالافلام بالشركات. ما اعرف انا ما جد اريد الشهرة، انا ما احب الشهرة، انا ما احب هاي 8000 بالبث، بس انا ما احب الشهرة ولا ادير بال، مع احتراماتي اكيد الكم انا ما ادير بال للشهرة. اصلا اني لو يرجع بي الوقت ما احب الشهرة ولا اكون يعني بورن ستار. لا مو ولا اكون خادني التعبير، أكون بس موية المجتمع هذا، أكون بس موية هذا المجتمع اللي ما يرحم. طبعا حبيبي أنا إنسانة مثقفة، حتى ويا المسيء أحترمه أكيد، لأن أكو احترام عن احترام يفرق، تحترمه حتى تخجله وتسكته. لا أعض كلب عضني، هذا قاموسي بالحياة. فاني كلش هادئة، جدا هادئة، أحب الهدوء، حتى الصوت العالي والصراخ ما أسويه. ثانك يو. وذا 8000 يعني شكو متفاجئين لايف يعني 16000. نعم. فخل أكمل لكم. دخلت بصناعة الأفلام، حبيت نيكو، طبعا هو اسمه نيكول، هو من أم أرجنتينية أب ألمانيا. صرنا علاقة. هو كان بهاي الفترة مدى يشتغل وأني ما عندي شغل، وظلينا محتارين يعني. فقال لي هاي حاجتها القصة باليوتيوب، تقدرون تفوتون على اليوتيوب وتشوفوها يعني عادي، فتقدرون تشوفوا تقدرون تشوفوها باليوتيوب. فتعرفنا وكان اشتغل تمام. اوكي ايه فكملي. حلو. خلص هسه سدوا الموضوع، أنا دا أتسلى بإيدي عبالي فتشي جد لازمتها. أوكي. وبعدين وداني على ناس هم يشتغلون بالمجال، هم دخلوني واشتغلت وصار اللي صار، يعني هذا الشي من زمان صار، بس لحد الآن دائما هو يتابعني يقول لي شفتي شو، قلت لك راح تتوفقين بعمل صناعة الأفلام، قلت له إيه، وهسه راح أصير مخرجة ومنتجة، من ممثلة إلى إنسانة كذا وكذا وكذا، وعندي ملايين المتابعين. فسولفت له يعني هو هم متابعني ف يعني من إنسانة كنت متهدمة، جربت أكثر من شغلة فشلت بيها، ما أقدر أشتغل، مو ما قدرت، بس ما أعرف مرات أصفن أقول أنا هسه ليش ما اشتغلت مثلا شيء يعني حتى لو أجورة أقل، بس ما بي مثل مشاكل هاي اللي حاليا اللي تأذي يعني. وإيه حياتي. ثانك يو.
حسب الشركة علاوي، حسب الشركة. اكو شركات يأذون الممثلة، يعني يختارون وضعيات كلش قوية، واكو شركات يستاهلون. بس تعرف لان اني صارت عندي خبرة بالمجال، فاكثر الشركات اللي اعمل وياهم هم ما يأذون، يعني لان يدرون اني عندي صارت خبرة، وأني مرات أختار البوزيشنز الحركات، فما يتعاملون وياي مثل ممثلة جديدة، لا يتعاملون وياي إنه أني إنسانة فاهمة الوضع. فأني مرات ومرات هي أكو عندنا مخرجة، مو مخرج، مرة كبيرة، هي شايفيها إسبانية، عيب أقول عليها مرة كبيرة إنه بنية حبابة. بس هي كانت ممثلة قبل واعتزلت، صارت مخرجة أفلام. هي اللي تختار لنا الوضعيات، تختار لنا الحركات. حبابة يعني، حتى الحركات تختار لي اياها ما تأذيني، تختار لي حركات. بس انت تعرف انه بالافلام مو نفس الحقيقة. بالافلام يعني الوضعيات مو نفس ما امارس ويا صاحبي او حبيبي، تكون الحركات كلش البوزيشن سترونج كلش، يأذي رقبتي، يأذي ظهري، يأذي كذا. لازم يصير بي شوية different، اختلاف، فرق عن الحقيقة. فدائما أقول يعني الشركات اللي أعمل معاهم يعني الصور أكو يعني الصياح أني أصرخه. أكو أفلام قصيرة أعتقد أنتم شايفيها، هاي تكون حقيقية من الكواليس أنزلها، شايفين شلون على غفلة وهيك أسوي أفز أصرخ، لأن الممثل يكون ماخذ أوبرا. هذه الأوبرا شايفين العودة مال الخشبة ما تنكسر، مو نفس الرجال الحقيقي. هسه أنا من أمارس ويا صاحبي حبيبي كل ما ماخذ أوبرا عادي مالته يعني، بس الممثل لا، صدقوني صدقوني دا أحكيكم عن صدق، يعني أنا خب شغلي وأعرفه. شايف من حاط بوري مال بوري هذا البوري الحديد نفسه هذه الأوبرا تسوي نفسه. يعني شنو إذا أي حركة غلط أعيط، وخاصة أني ترى كلش حساسة وناعمة، يعني كلش أتأذى بسرعة، ما أتحمل. فبالأفلام فمن يقولون إيش قد يطوج بالأفلام، إيش قد ما ينطون ترى جدا بالشي اللي نسويه. بس بنفس الوقت هو عمل هواية، أنتوا تعملون شغلات وتشتغلون بيها مصاعب، يعني مو بس أنا أحس بصعوبة، لا هواية أكو ناس بعملها. سائق تريلا يواجه صعوبات بالسياقة، شفل يواجه صعوبات، مدرسة معلمة تواجه صعوبات من الطلاب بالمدرسة. فإذا تحسبها هي نفس العمل، فكل وحدة أو كل واحد وعمله، تتفهم، كل واحد وعمله. فلهذا السبب نفس الحديدة هذه أوبرا هي صغيرة يضربوها الممثل قبل الفيلم ب10 دقائق يضربها. أدري هاي شنو، عضوة بالبرلمان ودا يتابعني 10,000 باللايف، شكو دا أشرح لكم. شفتوا شلون الموضوع مهم؟ شفتوا أيها العرب؟ شفتوا الموضوع شلون مهم؟ شفتوا؟ تمام. أوبرا صدقوني أنا يعني حتى إذا تحبون يعني هو يطوها للممثلات، العفو للممثلين. أوبرا صغيرة تضربوها يصير شنة حديدة، يعني اتصور بوري مال ما يرفيع وما ينكسر. فلهذا السبب أكو فرق عن الأفلام وعن الحقيقة. بوري صدقوني عينا البوري. فأني يعني أنتوا تشوفوني على الكاميرا، بس أني متدمرة، يصير ضغط مرات علي، يعني الضغط طبعا على الغش، الأغشية اللي تكون داخلية أكيد هم يأثر. بس هم يعرفون طبعا، يعني هم يعرفون شغلهم. منشطات اللي ياخذوها بس لازم أوبرا. أكو مرات انصروا يا شباب ماخذين منشطات، بس الأوبرا لا، الأوبرا تخليه من هذا اللي صل يوز ما أعرف شو يسموها،
اي يعني الأوبرا هاي، إلا مثلا اي اكو بنات يحبن هيج الشي، بس أني لا أحب العادي الطبيعي مال هيج يعني. بس هو هم مرات حلو، هم مرات حلو الصراحة، اي تحسين بمتعة. اي هم مرات حلو طبعا، فهم مرات حلو يكون. وين نشاهد أفلامك تفوتون على الانستغرام، الرابط ناشرته هناك تقدرون تتواصلون وياي. وين انت حاليا؟ أنا حاليا بأمستردام بهولندا مسافرة. طبعا من ورا هم نسوي أكيد، أنا أحب الورا عادي ما عندي مشكلة، يعني بالأفلام طبعا، بالحقيقة إلا ذاك تحبه للشاب أو هو راد من عندي وهو حبيبي، ليش لا؟ بالعكس، بس عرفي شلون تستخدمين الورا طبعا، عرفي شلون. طبعا النظافة مهمة، الشغلات مهمة أكيد، عارفة شلون. ايه أكيد لازم وحدة. أنطونيو شغله حلو، أنطونيو شغله حلو، والسوريين ممتعين يعني، من ينامون يا بنية صح راح يعني السوريين يعرفون يتصرفون، ممتعين حسيتهم. وهم حلوين. والعراقيين أيضا حلوين لزقلون. والعراقيين هم حلوين، واقفين يوم ايش قد تحبون المشاكل، ولد بلدي يوم ايش قد تحبون، ما حد يخلص منكم، على الطوبة تتعاركون، على الكلمة تتعاركون، على المشاكل. اي طبعا. ومصر ايضا شبابها حلوين حبيبي، اهلا اهلا بالكل. ثانك يو يا عمري، شكرا. ليش التكبيس قليل واللايف 12,000؟ ليش تكبيس قليل؟ قد انت اللي ما متابعني تابعني. ومسويت لكم قناة هنا بالتيك توك، قناة رسمية، فوتوا عليها على التيك توك، فوت هسه على البايو مالتي راح تطلع لك، فوت عليها قناتي بالتيك توك، انزل بيها احداث اشغالي، ولا تحب اشترك عندي تتواصل وياي شخصيا. يا عمري لا حاليا ما مفكرة بالاعتزال، ما مفكرة. يعني ما ببالي الاعتزال، ما اقدر اعتزل حاليا. أنا أحب شغلي، أحب مهنتي، وظيفتي كلش أحبها وأحترمها. صيري مخرجة، مفكرة أصير مخرجة، بس بعد يعني أنا بعد بنية صغيرة، من أكبر جزء بالعمر أصير مخرجة. وعلى فكرة بشغلنا ماكو كبيرة وصغيرة، أكو ممثلات عمرهن 70 سنة ويشتغلين بالمجال، أكو يعني عادي ما له دخل. فأني بعدني بداية وظيفتي. يا عمري شكرا. نعم وظيفة حبيبي، أني أمشي ويا القانون البلد اللي عايشة بيه، مكتوب مهنة أو وظيفة أو عمل. طبعا في أوراقي مكتوب وظيفة، ما دام الدولة أو القانون سامح بها كوظيفة فتعتبر وظيفة. أما ببلدك ما يخصنا، يعني ما عايشة عندك، ما أعترف بقوانينك وأنت لا تعترف بقوانيني، صح لا لا؟ صح. أنا لا أؤمن بالحلال والحرام، إحنا نتكلم عن عمل حلال وحرام،
أكثر من مرة أسكتكم باللاصق وأقول لكم ما أتناقش حلال وحرام، لأن أنا لا أؤمن بها. أنا أؤمن بعمل صح وغلط، لا أذيك ولا تؤذيني، لا أسبك ولا تسبني، لا أكل حقك ولا تأكل حقي، وهاي هي خلص، هكذا أعيش. لا أؤمن بالجنة والنار، ولا أؤمن بالحلال والحرام، وستوب. يلا استمتعنا بالبث. الكل يلحقني على الانستغرام، رايحة على الانستغرام. باي، انتظركم هناك، رابط اشتراكي هناك، تعالوا اشتركوا وشاهدوني. راح اسوي بعد ساعة بث. المواقع اللي بيها اشتراك راح اسوي بيها مواقع، راح اسوي لايف، بس لايف مو مثل هذا اللايف. لايف راح نستخدم العاب وشغلات. احبكم كلش، باي باي.